اهو عشان تصدقوا دعم المرأة. الأستاذة أمل قالت لي إن حلقات المدارس الفكرية موجودة على اليوتيوب وعلى موقعي، وهي متاحة لمن يريد مشاهدتها يعرف الصوفية والأشعرية والسلفية وكل اللي مروا علينا. حد بيقول لي إن في تسجيل للسيد حسن نصر الله على اليوتيوب بيسب فيه أبي سفيان، إن كان فعل فهو مخطئ، وهذا خلاف الاولى، ولا يجوز لاحد ان يسب احدا من الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي اصحابي، لكن هذا لا ينقص من مكانته ولا من صداقتي له، لان بيني وبينه صداقه على فيها التعاون على كتاب الله وسنه رسوله لنصره قضايا الامه، وانا لن اتخلى عن قضايا الامه لان واحد غلط او واحد متعود على الغلط او واحد مستمر على الغلط، خطأه له او عليه وصوابه لنا، خطأه عليه وصوابه لنا. انا ما بضيعش وقتي لما بشوف حسن نصر الله على فكره في مساله سب الصحابه وعملت ايه في السيده عائشه ورحت فين وفات، ده كلام مش وقت، ده كلام قضي من 14 قرن وشويه. انا اشتغل معه فيما يجري اليوم وما سوف يجري غدا وما يجري وان يجري بعد غد، ومستقبل الامه دي رايح فين، والادوار الصغيره للكميات الكبيره من البشر كيف تتحول الى ادوار مناسبه لاعدادها، والادوار الكبيره للاعداد الصغيره من البشر زيه زي جماعته، وكيف تتحول الى ادوار عمله. ده اللي بنتكلم فيه لما نتكلم نحن نتقبل كثيرا، وانا هذا مما يشرفني وليس مما يعني يحتاج الى وعي معك عليه سؤال. انا اتعامل مع القوم جميعا في مصر وخارج مصر لمصلحه الامه لا لمصلحه الافراد، ولصالح الامه ان نغض الطرف عن السفاهه ونتكلم اليوم. وأنا دعوت إلى نصرة حزب الله، لأن مبدأ الإخوان المسلمين أننا أمة واحدة نعبد رب واحد ولنا قرآن واحد ورسول واحد ونبغي إلى قبلة واحدة. هذه المذاهب الإسلامية سنة وشيعة نسيج واحد من نسيج واحد من هذه الأمة. وقد أصدرت بيانا وضحت فيه موقف الإخوان من هذه القضايا التافهة التي يثيرها يعني بعض الناس الذين يعني لا يفهمون الإسلام كما يجب. وهذه منهج الإخوان المسلمين منذ الأستاذ حسن البنا. نعم. وهناك كان هناك لم تقريب بين المذاهب. يا أخي لا تعطي اهتماما لهذه الطرق. تقول لحضرتك ان في فرق بالنسبه للشيعه مثلا نعم. والمذاهب. ايوه ده ملحوظه مهمه علشان كمان الدكتور سعد اثارها ودي مهم ان انا اعلق عليها. اتفضل. الشيعه مذهب اسلامي. ليست مذهب اسلامي، هو مذهب اسلامي. هو مذهب اسلامي. ولذلك احنا لما جينا نعمل الماده 220 اللي بيعلق عليها البعض هي اللي فيها الافاده دي. لانه قال المذاهب المعتبره عند اهل السنه، وما قالش مذاهب اهل السنه. المعتبره عند اهل السنه. المذاهب المعتبره عند اهل السنه حوالي 300 مذهب. وبالتالي انا فتحت للمعتزله وفتحت للشيعه الزيديه وفتحت الشيعه الجعفريه، في مذاهب اللي هي ما بتختلفش معايا في اصل العقيده، اللي هو في الاخر مذهب اسلامي. لان انا لا املك الغاء المذاهب. ده كلام انا متفق معاه فيه، لا املك المذاهب، لكن الذي خرج من المله ده قصته موضوع تاني. لكن المذاهب محترمه طبعا ومعتبره. المذاهب دي نشأت في القرن الاول، انا هلغيها في القرن 16 15 ازاي؟ ولكنها بتكفر طيله الوقت يا استاذ صبحي وانت تعلم ذلك. نعم؟ بتكفر طيله الوقت. ما انا بقول لحضرتك فيها مذاهب كافره. انا ما رضيتش استعمل اللفظ ده عشان هو مزعج. انا قلت في مذاهب خرجت من المله اللي هو نفس المعنى. انا بقول بتكفر، مش انا مش ما اللي خارج المله كافر. اللي خرج من المله يعني ايه خرج من المله؟ يعني مثلا لما يجي مذهب يقول انه لا يؤمن باليوم الاخر. الايمان باليوم الاخر ده جزء من معتقد المسلمين زينا كده، احنا ما حدش فينا يقدر ينكر اليوم الاخر دي. لما يؤمن بتناسخ الارواح ويعتبرها مذهب ديني بقول لا، هذا لا يعرفه الاسلام. انت كده خرجت في الجزئيه دي. او واحد يقول ان علي اولى بالنبوه من محمد، لكن اللي بيشتم الصحابه ده تاريخ. لان الصحابه مش من الاعتقاد، من المقدسات، من المصانات، من المحرمات، لكن مش من العقائد. اللي ما اختلفش معايا في العقيده ما عندوش مشكله. ما دون ذلك يختلف ويتفق، وانا يجب ان اقبل واتحمل دي يعني
كلمتهم أو يواجهوا التحدي الخطير اللي جاي ضدهم. طيب ما احنا رؤية في ليبيا ما عندنا مشكلة. ما رؤية جماعة إخوان المسلمين في ليبيا إذا كان عندنا أقلية أبضية، فما هي الرؤية من الإخوان المسلمين للأقليات الموجودة إذا ذكرنا الأبضية كأقلية؟ احنا كإخوان نعم عندنا إخوان من إخواننا الأمازيغ والأبضية، وذكرت لكم الدكتور عمرو النامي كان نعم واحد رحمه منهم الله. رحمه الله، أمازيغي نعم. وكان من قيادة الإخوان. فإحنا مسألة القومية هذه والعرقية ما هياش إشكالية عندنا. ليش؟ لأن عندنا الهوية هي الإسلام. الإسلام هو دين، وأيضا هو هوية الإنسان. نعم. هوية الإنسان المسلم، ما دام مسلم خلاص في ضوابط تحكم تصرفات هذا الإنسان. لا عرقية ولا